اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل صينية كيكة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وكمان هتطلع معاكوا هشة ومش هتهبط أبدا لو مشيتوا على المقادير صح بالطريقة دي. صدقوني الطريقة دي ناجحة. طول عمري بعمل الطريقة دي وما شاء الله عمرها ما خذلتني. عندي الخلاط، هحط فيه كوبايتين من السكر وكمان كوباية من الزيت، وبنستخدم طبعا زيت نضيف، ما نستخسرش في الحاجة بتاعتنا عشان طعم الكيكة تبقى حلوة وريحتها كمان. بعد كده عندي كوباية من اللبن، وبستخدم كوباية اللي عندي هي كوباية واحدة بستخدمها في كل حاجة، في المواد السائلة والمواد الجافة. هحط ايه كمان؟ انا حطيت 5 عدد بيض لان البيض عندي كان حجمه صغير. لو البيض عندكم حجمه كبير بتحطوا 4 بس انا البيض كان عندي صغير. وبعد كده بقى هحط الفانيليا ورا البيض على طول. انتوا طبعا عارفين ان انا بحب استخدم الفانيليا السايله، بس للاسف ما كانتش عندي، وكمان مفيش حد جنبي بيبيعها، فاضطريت ان انا استخدم فانيليا بودرة. حطيت بقى 8 باكت عشان انا عايزة الفانيليا تبقى واضحة في الكيكة. لو عندكم بقى فانيليا برتقان بتبقى خطيرة، بس للأسف ما كانش عندي. بعد كده بقى ايه؟ بفضي الفانيليا كلها كده اللي عندي. بعد ما بفضيها كده بحط كمان كيس فروتي برتقان. الفروتي البرتقان بيودي الكيكة في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها تحفة. افضيه برضو كده الباكت عندي كله بالشكل ده كده. بعد كده بقى هضرب الكلام ده كله مع بعضه كده، هنعمل الخليط كويس جدا. انا عايزه الخليط ناعم، مش عايزه فيه اي حبيبات من السكر خالص. هحط بقى الدقيق. عندي نوع الدقيق ده حلو قوي صراحه. هفضيه بقى في بوله ونخلته كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى معلومه، لما بنيجي نحط الدقيق مش بنفضيه كده من الكيس للكوبايه على طول، لا بنحط بالمعلقه عشان احنا مش عايزين المقادير تتلخبط معانا خالص. بعد كده هحط كيس اللي هو كيك شيف ده، حلو قوي وبيحافظ لي على الكيكه، بيخليها طريه وحلوه قوي لمده 3 ايام، وكانكم لسه عاملين الكيكه حالا. بعد كده بقى هقلب بقى البيكنج باودر في الدقيق. انا عايزه البيكنج باودر والدقيق يختلطوا مع بعض كده. بعد كده بقى هنزل بالخليط اللي عندي. بصوا بقى الخليط ناعم جدا ازاي، ومفيش اي حبيبات من السكر. بكون بقى مولعه الفرن من قبلها، مسخناه كويس جدا. ولو عندكم البوتاجاز بتاعكم الفرن في تايمر بتظبطوه على التايمر، الكيكه بتاخد عندي نص ساعة و5 دقايق. انا بسيبها نص ساعة، هي المفروض نص ساعة، وبسيبها كمان 5 دقايق زيادة، وتطلع معايا مستوية وحلوة اوي. لو معندكوش تايمر بتظبطوه على الموبايل، يعني خلاص هتحطوا الكيكة في الصينية، بتظبطوا بقى التليفون عندكم على نص ساعة و5 دقايق. بعد كده بقى قلبت الخليط كله كويس كده، مش عايزة عندي دقيق يبقى في كيكة، لا بقلب كده الخليط من تحت لفوق كله كده كويس. وبعد كده بقى بنجيب الصينية الألمونيا بتاعتنا. انا بحب بقى اعمل الكيكة في الصينية دي، بحب اعمل الكيكة فيها دايما، مش بغير الصينية دي. ممكن اعمل مرة في صينية تاني، بس على طول بحب الصينية دي قوي. الكيكة في الصينية الألمونيوم بتظبط قوي يا جماعة. بعد كده طبعا هبدأ افضي بقى الخليط اللي عندي ده كله في الصينية. دهنتها الاول كده بالزيت. انا مش برش دقيق خالص في الصينية، وصدقوني مش بتلزق معايا، بتطلع القطعة زي ما هي كده. اهم حاجة بندهن الصينية كويس جدا من الجناب ومن تحت كده كويس جدا عشان الكيكة ما تلزقش معانا.
امسح بقى اي حاجة كده زيادة عشان متتحرقش مني. بعد كده هدخلها بقى الفرن، وخلاص كانت استوت عندي تحفة. بنختبر الكيكة ازاي؟ بنختبرها من النص بالسكينة كده، وبتطلع بقى مستوية وحلوة قوي. يا بنختبرها بالسكينة، بنختبرها بعصاية الشيش طاووق. بصوا بقى لونها تحفة ازاي، خطيرة. بصوا بقى هشة ازاي، تحفة، لونها حلو قوي. هي افتح من كده بس انا مش عارفة الكاميرا مغمقاها قوي من فوق ليه كده. بس بصوا تحفة وطرية وهشة، ومش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. اهم حاجة بقى ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قطعتها كده بقى، تقطعوها بالحجم اللي انتوا عايزينه، وبتقدروا بقى تقدموها كده. انا كمان بقى ايه، عملت معاها شاي بلبن لينا بقى كلنا، عملت شاي بلبن وقدمت كيكة كده جنب الشاي بلبن، كانت تحفة وطعمها خرافة يا جماعة. اهم حاجة بقى لو وصلت لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس كده يا حبايبي، يكون الفيديو بتاعي انتهى معاكم.